مرحبا بكم في قناة صوت. لا يكاد البحر الأحمر يهدأ مع تحوله لحلبة مواجهة بين الحوثيين من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، حتى يشتعل من جديد. وآخر فصول هذا النزال تمثل في دخول فرقاطة بحرية ألمانية في اشتباك مع طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون، وتم التصدي لهما في البحر الأحمر، وذلك ضمن العملية الأوروبية أسبيدس. ولمعرفة المزيد نستمع للقاء التالي. أن ألمانيا تقحم نفسها بحرب ليست حربها، وتكاد أيضا لم تنتهي أيضا حرب أوكرانيا التي كلفت أوروبا وكلفت ألمانيا وما زالت تكلف الكثير على كل الصعد. على الصعيد الاقتصادي كما تفضلت، ألمانيا بلد اقتصادي، بلد صناعي، والبعد العسكري لم يكن موجود في حسابات هذه البلد قبل الحرب الأوكرانية، ولكن للأسف استطاعت أمريكا زج القارة الأوروبية وزج ألمانيا بشكل مباشر في حروبها لكي تخوض حروبها عنها ولكي تدفع ربما فواتير هذه الحروب، الفواتير المالية والفواتير العسكرية والفواتير السياسية. للأسف هي تقحم نفسها بحرب ليست لها، تقحم نفسها بمشاكل مع منطقة يعني سوف تكلفها الكثير أيضا بعدما خسرت، يعني سوف تخسر ربما علاقات وربما أيضا فرص لإمداد الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الألماني بما يحتاجه من كثير. لكنها تقحم نفسها ضد جماعة تدافع عن الحق الفلسطيني كما تقول، تدافع عن الشعب الفلسطيني، تستهدف السفن الإسرائيلية والأمريكية دفاعا عن الحق الفلسطيني. يا سيدي، هذه أنا برأيي أكذوبة. أعتقد أنها أصبحت واضحة جدا، أنها مجرد يعني مؤامرة على الشعب الفلسطيني، مؤامرة على دول المنطقة، وهي فقط لإعطاء الذرائع لألمانيا ولأمريكا وللغرب لكي يتدخل في هذه المنطقة ولكي ربما يحاربوا الوجود الذي بدأ يتنامى والذي يصب في مصلحة هذه المنطقة، الوجود الصيني، الوجود الروسي، وهذه الاستقلالية التي بدأت يعني تنتهجها دول المنطقة. اليوم إذا شاهدنا هذا المشهد اليوم ماذا يجري في الخليج، نجد أن الحوثي هو يعمل بالمطلق لصالح أمريكا ولصالح عودة أمريكا وثبات أمريكا، وربما يعني عسكرة المنطقة لصالح أمريكا ولصالح بريطانيا ولصالح القوى الغربية. يعني بخانة من تصب هذه يعني هذه الأحداث؟ هل استفاد الشعب الفلسطيني؟ هل حررت غزة؟ لماذا لا يذهبون لمواجهة الإسرائيلي على أرض غزة مباشرة؟ لماذا هذا يعني هذا التدخل الذي لا يمكن أن يقدم شيء لا للقضية الفلسطينية ولا لشعب غزة؟ نعم أستاذ البخيتي، الطريق إلى مواجهة إسرائيل سهل كثيرا، يعني لا تخطئه الجغرافيا. لماذا يتم الضرب في البحر الأحمر؟ تعطيل التجارة العالمية، إعطاء الذرائع لأمريكا كما استمعت، وهذه مجرد أكذوبة تنتهجها الجماعة كما قال ضيفي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعرف الجميع أن سبب إصرار الكيان الصهيوني على ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية وكذلك فرض حصار خانق على الفلسطينيين بهدف تجويعهم، وقد ظهرت آثار هذا الحصار هو نتيجة لتخاذل وتواطؤ بعض الحكومات العربية، أيضا بسبب الدعم الأمريكي والبريطاني واليوم دعم الاتحاد الأوروبي، إيجاد ظروف مناسبة للكيان الصهيوني لارتكاب المزيد من الجرائم. وعندما يحقق الكيان الصهيوني هدفه في غزة سينتقل للضفة الغربية، وبعد ذلك سينتقل استهداف ما يسمى بفلسطين بعرب 48 حاصلين على الجنسية الإسرائيلية، خصوصا وأن المسؤولين الإسرائيليين دائما ما يصرحون بضرورة أن تكون إسرائيل دولة يهودية. وبالتالي سبب هذه المجازر، سبب الظلم
على الشعب الفلسطيني، هو التخاذل، هو التواطؤ، لا، لكن هو دعم الكيان الصهيوني. يعني هذا مفهوم من وجهة نظر الجماعة يا أستاذ محمد، هذا مفهوم من وجهة نظر جماعة الحوثي، لكن ضيفي يقول إنكم الآن تعطون الذرائع لأمريكا لكي تدخل هذه المنطقة، لكي تستهدف هذه المنطقة، لكي تضع لها موضع قدم أكبر في هذه المنطقة. ألم يكن أجدر بالجماعة الحوثي أن لا تقحم نفسها في هذه المواجهة من الأساس؟ أنا كنت سآتيك يعني لهذا الموضوع. إذن هذا وضع فلسطين. نأتي لوضع الدول العربية. هناك استهداف أمريكي لدول العرب سواء بشكل مباشر وأيضا ما في ذلك الدول الإسلامية أو بشكل غير مباشر. وطبعا إقدام أمريكا على اتخاذ مثل هذه الخطوات هو اطمئنانها لأن الردود العربية والإسلامية ستكون ضعيفة. إذن سبب المشكلة هو التخاذل والتواطؤ وليس التحرك الفاعل، وبالتالي فإن تحرك اليمن لوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة وكذلك لفك الحصار عن الفلسطينيين هو الخيار الصحيح. نعم. قد يقول البعض أن هذا الخيار لم يحقق أهدافه حتى الآن. طيب إحنا عدنا بدأنا يعني الآن شهور بدأنا. وأيضا اليمن اليوم أصبح نموذج يحتذى به لكل الدول العربية والإسلامية، لأن سبب تخاذل معظم الحكومات العربية هو خوفها من أمريكا، خشيتها من أمريكا. اليوم نحن كسرنا هذا الحاجز وجعلنا من أمريكا ملطشة. يعني ماذا يريد أكثر من ذلك؟ سأعود إليك. بعد ذلك يأتي واحد يقول لي نخضع. لحظة، أنا سأتي. يعني شوف هذا الخطاب للحساب مشكلتنا هو ثقافة الانبطاح، ثقافة الخضوع. يعني أنتم لا تخضعون لإيران، أنتم لا تخضعون لإيران، يعني أنتم لا تخضعون لإيران كما تريد أن تقول. لا، شوف، إيران جزء من المنطقة. اليوم نحن وإيران في خندق واحد وكل دول محور المقاومة لتحرير فلسطين ومواجهة الهيمنة الأمريكية. ونحن مطلوب منا كعرب وكمسلمين أن نتحالف ونتعاون. دعني أخذ الرد. سأعود إليك أستاذ عبد المسيح الشامي. يعني لم يكن بوسع الحوثيين أكثر من مكان، لا حكومات عربية تدخلت ولا أحد ردع إسرائيل لغاية اللحظة، وبالتالي هذا أضعف الإيمان ما يقوم به الحوثي تجاه أهل غزة. لماذا لم يفعل الآخرون مثل ذلك؟ يعني كلام حقيقة لا أدري كيف يمكن يعني فهمه. من أنتم لكي تقرروا عن الدول العربية كلها؟ من أنتم لتقولون بأن العرب متخاذلون، بأن الدول العربية متخاذلة وخائنة وعميلة؟ أنتم ألستم يعني عملاء لإيران؟ هل تنفذون أصلا أجندات عربية؟ وبأي حق أنت تتكلم باسم اليمن؟ أصلا اليمن لا تمثل اليمن أنت بشكل كامل. إضافة يعني أنت تريد أن تواجه أمريكا وبريطانيا والقارة الأوروبية. يعني بماذا تريد أن تواجه؟ بماذا تقحم هذه المنطقة؟ لماذا تقحم اليمن؟ لماذا تقحم أصلا الفلسطينيين الذين يغرقون الآن بهذه الحرب؟ لماذا تقحمهم بحرب إبادة أكثر وأكثر؟ أنت لا تعطي للأمريكي وللإسرائيلي. طيب، لكن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل يا أستاذ عبد المسيح الشامي. يعني الولايات المتحدة تدعم إسرائيل، بريطانيا تدعم إسرائيل، الاتحاد الأوروبي يدعم إسرائيل، ألمانيا التي أنت فيها تدعم إسرائيل. يعني أليس من حق الحوثيين أيضا أن يقفوا إلى جانب غزة من أجل أن يواجهوا هذه الهيمنة؟ هذا كلام جميل، ولكن هل يقفون؟ السؤال المنطقي هنا، هل يقفون حقا إلى جانب غزة؟ هل ما يقومون به يصب في خانة مصلحة اليوم أهل غزة؟ لما لا يذهبون إلى غزة؟ هل بعيدة عنهم فلسطين؟ لماذا يقاتلون في البحر الأحمر؟ لماذا يحولون هذه المنطقة إلى بؤرة للنفوذ الأمريكي والصراع الأمريكي؟ هل يمكن يعني لعاقل أن يفهم بأن هذا الحوثي يمكن أن يردع أمريكا وإسرائيل من أن تنفذ مخططاتها، أم أنه يطلق بعض الصواريخ التي تأتي في الماء هنا وهناك ولا تقدم أي شيء لا لغزة ولا فلسطين، ويقدم كل الذرائع للأوروبي والأمريكي والبريطاني ولكل دول وللإيراني أيضا لكي يكون في هذه المنطقة أصبح بين إيران وبين أمريكا وليس بين الفلسطيني. ماذا قدموا لفلسطين؟ لماذا لا يذهبون لفلسطين؟ لماذا لا يقاتلوا في داخل فلسطين؟ إيران هي السبب، إيران هي الأساس، إيران هي المحرك لما يجري كما يقول ضيفي. تعليمات إيرانية
إسرائيلية تنفيذ أوامر إيرانية، تحركوا في البحر الأحمر، تتحركون في البحر الأحمر، لماذا لا تذهبون إلى فلسطين؟ أستاذ عبد المسيح الشامي يقول الطريق أسهل إلى فلسطين من البحر الأحمر. طبعا كلامه غير منطقي، وبالتأكيد أن المشاهدين يدركون هذه الحقيقة. هو يريد أن يقنعنا أن قلبه مع العرب ولكن سيفه عليهم. كلامه غير منطقي. وأيضا عندما يسأل يقول من أنتم، ومن قال لك أن احنا بندور منك اعتراف من عبد المسيح أو غيره. نحن نؤدب كل الطواغيت في الأرض، أدبنا السعودية وأدبنا الإمارات وبنزل نأدبهم، وسنؤدب أمريكا ونؤدب بريطانيا ونؤدب حتى الاتحاد الأوروبي. أي دولة ستعتدي على اليمن سنؤدبها. وهذا الكلام احنا قلناه قبل العدوان على اليمن وما حد التفت، وقلنا أنهم سيخسرون وما صدقوا، واليوم ثبت كلامنا. وبالتالي نحن لا نبحث عن اعتراف من أي طرف. طيب أنت تقول يا أستاذ البخيتي، أنت تقول الآن أدبتم أمريكا وأدبتم بريطانيا وستؤدبون أي دولة تعتدي على اليمن، لكن هل هذه التحركات الحوثية كما يقول ضيفي أوقفت الحرب على غزة؟ هل خدمت أهل غزة؟ ألم تجد إسرائيل طرقا بديلة للتجارة لديها؟ نعم، شوف، سبب الجرائم الإبادة الجماعية والحصار المفروض على غزة هو تخاذل الكثير من الدول العربية والإسلامية. ولو أن كل الدول العربية والإسلامية اتخذوا نفس الموقف الذي اتخذه اليمن كانت توقفت جرائم الإبادة الجماعية ورفع الحصار، لكن هناك تخاذل هناك، وهذا ما يساعد الكيان الصهيوني. أضف إلى ذلك أن الكثير من المسؤولين العرب وبالذات السعوديين والإماراتيين يتواصلون مع المسؤولين الإسرائيليين باستمرار. وأيضا لكن يا أستاذ البخيتي، أنا لا أتحدث الآن عن دول عربية بعينها، نحن لا نتحدث عن دول عربية بعينها. أنت تقول الآن بأنكم تحركتم تحركا منفصلا، تحركا لدعم أهل غزة، لكن هل هذا التحرك أوقف الحرب على غزة؟ هذا هو السؤال، لأن الوقت يعني الوقت دهينا، ليس لدينا متسع لسماع كل الأفكار. تفضل. نعم، أنا سآتي. سبب التأخر في تحقيق الهدف هو تخاذل وخيانة بعض العرب. الآن مثلا نحن أطلقنا حصار جزئي على الكيان الصهيوني في البحر العربي والأحمر، الآن فتحوا لهم طريق بديل عبر بعض الدول العربية والإسلامية. لكن مع ذلك عمليتنا هي في النهاية ستحقق هدفها. ويعني الآن مثلا في الحرب العالمية الثانية عندما احتلت فرنسا، كم احتاجت حتى حررت فرنسا؟ تقريبا 5 سنوات أو 4 سنوات. إذن لا ينبغي أن يأتي شخص متخاذل أو يسعى يعني خطابه خطاب تخاذل ويريد أن يحدد لي متى يجب علي أن أوقف جرائم الإبادة الجماعية أو أحرر فلسطين. طيب. هذا ما له دخل في هذا. الآن نؤدي واجبنا حتى يتحقق هدفنا، ونحن نؤكد للجميع بأن عملياتنا العسكرية ستستمر سواء في عمق الكيان الصهيوني أو في البحر الأحمر حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي سأعود إليك. ويرفع الحصار حتى لو اضطررنا للقتال إلى يوم القيامة. وش هذا مشتو يعني؟ وصلت الفكرة أستاذ محمد. أستاذ عبد المسيح، ألم يعني تؤكد محكمة العدل الدولية بأن ما يجري في غزة وتطالب إسرائيل بتجنب جرائم الإبادة الجماعية؟ إذن تحركات الحوثي كما يقول لا تحتاج رخصة من أي أحد، لا أمريكي ولا بريطاني ولا أوروبي، هو يتحرك عندما يريد. يعني أولا طبعا أريد أن أوجه لضيفك أن يعني يتهذب في الكلام، وقضية أن يعني متخاذل وعميل وإلى ما هنالك هذا كلام لا يليق. هو يقصد الموقف، هو يقصد الخطاب بشكل عام، لا يقصدك بشكل شخصي يا أستاذ عبد المسيح. هو صحح يعني كلامه. تمام. ونحن هنا لا نسمح بالتجاوز على أي شخص، لا عليك ولا علي. صحيح تمام أوكي. ولكن بكل الأحوال بالرد على سؤالك، يعني لا خلاف، هل هنالك من يختلف على أن اليوم ما يجري في فلسطين هو إبادة جماعية؟ هل هذا موقع نقاش أصلا؟
يعني الجميع يرى يعني كل شعوب العالم، كل العالم، حتى هذه الدول اليوم التي تتآمر وتدعم تدعم الإسرائيلي ضد الفلسطيني، هي مضطرة حتى للقول بأن ما يجري في فلسطين هو إبادة جماعية. السؤال هنا لا يأتي ليعرف المعرف، يعني لا يأتي إلينا لكي يلقي علينا محاضرات بالوطنية وبالتخاذل، وهو الذي أستاذ عبد المسيح هو قال يعني هناك إبادة جماعية، لكن الكل يشاهد ويتفرج ويرى بأعينه ولا يفعل شيئا. الحوثي على الأقل يفعل كما قال الأستاذ محمد. هذا هو السؤال، هل هو يفعل؟ السؤال يعني طالما أن الحوثي يعرف أن الدول العربية متخاذلة، وأن الدول العربية وهي فعلا متخاذلة بشكل أو بآخر، ولكن السؤال هل هو الذي سوف ينقذ الأمر؟ والسؤال الأهم، هل هو فعلا يتصرف وفق أجندة تخدم المصلحة الفلسطينية أم تخدم المصلحة الإيرانية؟ يعني إيران لماذا لا تتدخل؟ يقول عن يعني محور المقاومة، لطالما قالت إيران بأنها إذا تجرأت إسرائيل وفعلت كذا وضربت لبنان وضربت غزة سوف ينفي إسرائيل عن الوجود وسوف يرميها في البحر. ولكن في أول تصريح بعد الحرب مرارا وتكرارا يكررون بأنهم ليس لهم علاقة بما يجري، وبأنهم لن يدخلوا هذه الحرب، وبأنهم لن يدعموا في حماس ولن يقدموا لها أي شيء، تبرأوا حتى من حماس. لنأخذ العبر مما يجري على الأرض. إذا كانت تحركات الحوثي لا توجع إسرائيل، لماذا أتت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي الآن إلى البحر الأحمر؟ هذا هو السؤال المهم. أتت لكي الحوثي فعل كل ما فعله لكي يأتي إلى المنطقة. الجميع يعرف بأن اليوم الخليج بدأ يخرج من تحت عباءة الأمريكي، وأصبح يتحرر من انتماءاته وولاءته إلى الولايات المتحدة وإلى الغرب، وفتح علاقات مع الصين ومع روسيا ومع يعني تيارات ومع جهات أخرى غير أمريكا. اليوم تأتي يعني صواريخ الغدر حقيقة في المنطقة وبالعالم الذي يتكنى ويقول بأنه ينتمي إليهم ويريد أن يمثل يعني الشرف العربي في الرد تجاه أمريكا وتجاه إسرائيل. هو اليوم يمكن هذه الدول، يمكن أمريكا، يمكن ألمانيا، يمكن بريطانيا والغرب من أن تعود مرة أخرى لكي تحتل وتعسكر هذه المنطقة خدمة لمصالح إيران التي تصب في مصالح أيضا الغرب، والتي تتآمر هي بدورها أيضا مع الغرب ضد هذه الدول. وإلا لماذا يعني يشنون حروبهم تجاه إيران، عفوا تجاه السعودية وتجاه اليوم كل الدول الخليجية؟ هل هو يريد أن يعني يقنعنا اليوم بأن حربه اليوم الذي يقول أنه يؤدب السعودية، وطبعا هذا أكبر من أنفه بكثير أن يؤدب دولة بحجم السعودية، هل أنت اليوم تقاتل السعودية خدمة لمصلحة العرب أم خدمة لمصلحة أمريكا؟ طيب لو سمحت دعنا ننقل ذلك للأستاذ محمد. الحديث الآن بأن الحوثي يقدم الذريعة لأمريكا، يخدم مصالح أمريكا عبر تحركاته ولا يخدم مصالح فلسطين أو غزة كما قال الأستاذ عبد المسيح. هذا الشيء غير صحيح، والمشاهد سيدرك الحقيقة تماما. فمثلا الأمريكي والبريطاني وكذلك الصهيوني هم يقولون لا يوجد هناك إبادة جماعية، لكن العربي لا يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة، لأنه سيدين نفسه وسيكون في موقف ضعف. لذلك هو يقول لك صحيح، يعني مثل عبد المسيح يعترف، يقول لك في جرائم إبادة جماعية، في حصار، في كذا في كذا في كذا، لكن في النهاية يخدم ماذا؟ الموقف الإسرائيلي، الموقف الأمريكي، الموقف البريطاني الداعم للكيان الصهيوني. لماذا؟ لأنه يجرم ويخطئ عملياتنا العسكرية التي هدفها هو ماذا؟ هو وقف تلك الجرائم. أيضا احنا لا نستمع لما يقوله عبد المسيح أو غيره، نحن نستمع لإخواننا الفلسطينيين. إخواننا الفلسطينيين وبالذات في غزة أعلنوا عبر وسائل الإعلام دعوتهم للعرب والمسلمين للوقوف إلى جانبهم. نحن لبينا هذه الدعوة، وهم قد تقدموا لنا بالشكر على تدخلنا، وأشادوا بموقف اليمن، سواء كانت المقاومة الفلسطينية
أو حتى لكن المواطنين الخوف الآن يا أستاذ محمد، الخوف الآن أن تتسع دائرة المواجهة في المنطقة، أن تبدأ وتضر مصالح الحوثيين في هذه المنطقة. نحن لا نتحدث عن مواجهة تنتهي أو يعني مواجهة كلاسيكية تنتهي في وقت معين. يعني ألا تخافون أن تضر هذه التحركات الحوثية بمصالح اليمن بشكل عام، أو حتى وجود اليمن في هذه المنطقة؟ لا بالعكس، هذا تحركنا هو مفيد لكل العرب ولكل المسلمين. لماذا؟ لأن العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن هو ليس وليد اليوم، هو من عام 2004 كان بشكل غير مباشر، وبعد ذلك انتقل إلى شكل مباشر عبر أدواته في المنطقة من عام 2015، وتم الإعلان عن العدوان الأمريكي بما يسمى الرباعية الدولية، اسم الرباعية الدولية أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، ولكن من كان يقوم بالعدوان بشكل مباشر هي السعودية والإمارات، وكانت أمريكا وبريطانيا تدعم تلك الدول العدوان على اليمن. وقد تكبد لكن أنت تقول بأن تحركاتكم مفيدة لكل العرب. مصر تخسر الآن جزءا من إيرادات قناة السويس بسبب تحركاتكم، كيف تفيدون العرب إذا؟ أنا سأتيك. لاحظ مثلا كم خسائرنا كعرب وكمسلمين نتيجة للحروب الداخلية، سواء في اليمن أو في المنطقة بيننا وبين السعودية والإمارات، أو في داخل سوريا، أو في داخل العراق، أو مثلا في أفغانستان وغيرها من الدول. خسائر كبيرة نتيجة للحروب التي أثارتها أمريكا وبريطانيا من أجل الحفاظ على التفوق العسكري للكيان الصهيوني. وبالتالي فإن المواجهة المباشرة مع الأمريكي والبريطاني خيار أفضل بكثير. لماذا؟ لأن في النهاية نقول لك لابد أنه في تضحيات. طيب. لا ننكر ذلك، من يريد الحرية لابد أن يضحي. نعم، وصلت الفكرة. ينقذ المستضعفين لابد أن يضحي. لذلك الآن خسائرنا مهما بلغت لن تكون بنفس تلك الخسائر التي خسرناها نتيجة الحروب الداخلية. نعم، سأعود إليك. أستاذ عبد المسيح الشامي، إذا هبت رياحك فاغتنمها. يعني نحن نخسر كما يقول الأستاذ محمد، فلنخسر في مواجهة أمريكا، فلنخسر في مواجهة إسرائيل، هذا أشرف وأطهر لنا. يا سيدي، نحن نخسر بسبب وجود هؤلاء، بسبب عمالة هذه المجموعات إلى دول خارجية كإيران التي تحتل 4 دول عربية والتي تورط العرب بمواجهات ليست لها. للأسف الشديد سرقت من العرب، سرقت من الفلسطينيين علم المقاومة ونسبته لها، وهي تغدر بهم يوما بعد يوم. يعني من يسمع كلام ضيفك يخيل له أن هنالك اليوم تحالف بحجم روسيا وأمريكا، عفوا روسيا والصين، يواجه الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يعني سكان مغائر حتى الآن لا يجيدون حتى صناعة الشاروخ الذي يرتدونه في أرجلهم. هؤلاء يريدون أن يورطوا المنطقة كلها، ويدعي أنه اليوم يدافع عن فلسطين. إيران هي من وقفت إلى جانب المقاومة. هل المقاومة كما وصفتها، هل المقاومة وجدت دولة أخرى دعمتها ولم تذهب إليها؟ إيران الوحيدة التي وقفت إلى جانب. يعني واشنطن تدعم إسرائيل. أين تقف؟ واشنطن تدعم إسرائيل يا صديقي. أين؟ صحيح. واشنطن هي إسرائيل، ليست تدعم، هي إسرائيل. الغرب هو إسرائيل، وإسرائيل هي الغرب بشكل أو بآخر. ولكن أين هي إيران اليوم؟ إسرائيل تدعم من الولايات المتحدة، والولايات المتحدة اليوم ترسل السلاح وتقف وتحارب وتقاتل في اليمن وهنا وهناك لمصلحة إسرائيل. أين هي إيران؟ أين هو الجيش الإيراني؟ لما لا يذهب إلى فلسطين؟ لما لا يذهب إلى لبنان؟ لما لا يذهب حتى لا يذهب إلى البحر الأحمر الآن؟ لماذا هو لا يريد التورط في حرب شاملة كما يقول، هو يقاتل عن طريق حلفائه حزب الله، الفصائل العراقية، الحوثيين. يعني حتى إيران قالت ليس لنا علاقة بتحركات الحوثيين، بقرارات الحوثيين. يا سيدي نحن نعرف تماما من هم الحوثيين وما هي علاقتهم بإيران. ولكن اليوم هل حزب الله يقدم خدمة للبنان؟ هل يخدم مصالح لبنان؟ أم إنه اليوم يقسم لبنان؟ ويعني وفق ما قاله حتى نصر الله، يقول بأن لبنان هو دولة يعني مشروعه في المنطقة دولة إسلامية تعود بولائها إلى الولي الفقيه. هذا كلام نصر الله وليس كلامي أنا. طيب. وهذا واقع يعني يعاش اليوم في لبنان وفي حتى في غزة
غزة من خلال حماس وولائها أيضا لإيران التي تعتبر عميلة للإسرائيلي، وعلاقة إيران بإسرائيل الغير معلنة أيضا معروفة وليست بجديد، وهذا الأمر يجب أن نخرج منه، ويجب أن نكون واضحين وصريحين مع أنفسنا حتى نستطيع أن نواجه إسرائيل. أستاذ البخيتي، مجموعة أفكار ومجموعة تساؤلات طرحها الأستاذ عبد المسيح، لديك دقيقة ونصف للرد عليها، تفضل. نعم، طبعا أخي الفاضل، لاحظ أنه الخونة العرب والعملاء المتواطئين مع أمريكا وإسرائيل هم لا يجرؤون تصريح بأنهم مع جرائم الإبادة الجماعية في غزة ومع حصار غزة، لا يجرؤون أن يصرحوا بذلك لأنهم سيدينون أنفسهم. لذلك يلجؤون لماذا؟ إلى استهداف كل دول محور المقاومة التي وقفت إلى جانب الفلسطينيين، وبالتالي هم يؤدون نفس الدور لكن بطريقة خبيثة. لكن أين هي إيران؟ هو يقول أين إيران؟ هذه فهمنا الدول العربية. أين هي إيران كما يقول الأستاذ عبد المسيح؟ أين هي إيران؟ نعم أخي الفاضل، شوف إحنا الآن كدول محور المقاومة هدفنا واحد، هو تحرير فلسطين ومواجهة الهيمنة الأمريكية في المنطقة. لكن قرار كل دولة هو قرار مستقل. صحيح أن موقف اليمن موقف متميز، موقف اليمن موقف متقدم، ولكن هذا لا يعني الانتقاص من دور الآخرين. الآن إيران لها دور في دعم المقاومة الفلسطينية. من زود المقاومة الفلسطينية بكل هذه الأسلحة التي تستخدمها ضد الكيان الصهيوني ولم يستطيع أن يحقق أهدافه حتى الآن؟ لولا ذلك التسليح الإيراني ما صمت المقاومة في فلسطين. أيضا يدعمون حزب الله، وهذا الشيء واضح للجميع. وبالتالي نسأل أين الدور البقية؟ ولماذا يتواطأ البعض؟ هنا السؤال. لا تنسوا دعم قناة صوت بالاشتراك والإعجاب والتعليق، ولا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات